ينتهي عقد نجمنا المصري محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويقدر ينتقل لأي نادي مجانا في يناير المقبل في ظل عدم التواصل لأي اتفاق نهائي مع الفريق. يوسف في وسط الملعب يمشي بالكورة خطيرة صلاح له يا صلاح رائع صلاح ابدع صلاح حتى صلاح عالمي 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 الولد المصري الله يا زازي زقزق يا صلاح مش ممكن يا قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وتعال نشوف. محمد صلاح عقده مع ليفربول زي ما احنا عارفين انه هيبتدي في شهر يناير اللي جاي. من 2017 لحد يناير اللي جاي محمد صلاح كان على قائمة اهم اللاعبين في ليفربول، الهداف الخامس في تاريخه واللي صنع اجمل الاهداف في تاريخ ليفربول وقدم احسن الماتشات بمهارته العالية. لكن العقد هينتهي وصلاح طول الوقت بيلمح وبيقول مش هكون موجود معاكم في الفترة اللي جاية. حتى آخر هدف سجله قبل التوقف الدولي قال ما زلت مش هقدر أنسى طعم الأهداف اللي بسجلها مع فريق العريق ليفربول ودايما هيكون في ذاكرتي. هل محمد صلاح هيروح برشلونة ولا هيروح الدوري السعودي لفريق الهلال اللي مقدم عروض خرافية لضم صلاح، ولا هيروح لباريس سان جيرمان؟ لحد الآن لم تتضح الرؤية. كشفت تقارير إنجليزية إن في أزمة قوية داخل ليفربول خلال الساعات الأخيرة بسبب هجوم جماهير نادي ليفربول على المدير الرياضي بالنادي، وده طبعا كله بسبب مستقبل صلاح. مشجعي ليفربول بيضغطوا على إدارة النادي وإنهم عاوزين يمشوا ريتشارد هيوز المدير الرياضي للريدز، وده طبعا بسبب عدم تجديد عقد صلاح وانه مش عارف يحل هذا الموضوع. طبعا محمد صلاح مش عاوز يمشي وعاوز يجدد العقد ل3 سنوات، وزي ما انتم عارفين اداره ليفربول اداره بخيله جدا، واكيد هيجيبوا لاعب اصغر من صلاح عشان يهدوا بيه الجماهير. وفي اخبار متداوله على شبكه التواصل الاجتماعي ان كريستيانو رونالدو عاوز محمد صلاح معاه في نادي النصر، وفي صحيفه اسبانيه اكدت الكلام ده وكمان اتكلم معاه بشكل شخصي عشان يقنعه. تخيل كده معايا محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في فريق واحد في نادي النصر السعودي. يا سلام. بس انا من وجهة نظري مش عاوز صلاح يروح السعودية، عايزه يكمل في اوروبا. محمد صلاح نجم كبير واكيد هيلاقي عروض في حالة عدم تجديد ليفربول، وصلاح دلوقتي هو رقم واحد في ترتيب الكرة الذهبية ل 2025، وعشان كده جماهير ليفربول عاوزاه يفضل في الفريق. فهيعملوا ايه؟ طلعوا هاشتاج ان هم هيمشوا المدير الرياضي للنادي لانه مش عايز يجدد لمحمد صلاح مع ليفربول لان المرتب بتاعه غالي زي ما انتوا عارفين. فقال لك نجيب لاعب صغير نعمل منه نجم. راح صلاح منزل ستوري بيخاطب فيه المريض النفسي. تفتكر صلاح بيخاطبهم هم ولا بيخاطبنا احنا؟ محدش فاهم اي حاجه. ونزل ستوري بعديها بيبخر فيها نفسه. هل صلاح اتحسد وعلاقته مع ليفربول بدأت ان هي تنتهي؟ خلينا نشوف في الانتقالات الجايه ايه اللي هيحصل، بس انا مش متفائل. صلاح افضل 5 هدافين في الدوري الانجليزي الممتاز على مر التاريخ، ثالث هداف ليفربول على مر العصور، افضل لاعب اجنبي في الدوري الانجليزي الممتاز، افضل لاعب في الدوري الانجليزي من حيث صناعة الاهداف، اول من سجل 50 هدف في دوري ابطال اوروبا لفريق انجليزي واحد. صلاح مع ارني اسلوت هذا الموسم الحالي سجل 10 اهداف وصنع 10 اهداف اخرين في خلال 17 مباراة مع الريدز في جميع المسابقات. منبهر ارني سلوت بما يقدمه محمد صلاح مع الفريق في اول موسم للمدرب الهولندي مع الريدز، وسجل صلاح هدف وصنع هدف في الجولة ال11 في الدوري الإنجليزي، ودي كانت آخر مباراة قبل التوقف الدولي فاز فيها ليفربول 2-0 على أستون فيلا. وقال سلوت في تصريحات أعمل مع صلاح منذ 5 أشهر، لقد رأيته منذ 6 أو 7 سنوات متتالية، إنه لاعب استثنائي سجل الكثير من الأهداف. وأضاف ما يجعلني أكثر إعجابا إن صلاح يفعل ذلك عام بعد عام بعد عام، وإن صلاح لاعب مختلف الكثير من اللاعبين لا يستطيع القيام بذلك، وهذا يظهر الجودة التي يتمتع بها صلاح. وصل رصيد محمد صلاح من الأهداف هذا الموسم، سجل 10 أهداف وصنع 10 أهداف. انضم صلاح لنادي ليفربول في صيف 2017، لعب معاهم 366 مباراة في جميع المسابقات، سجل 221 هدف وصنع 97 هدف، وتوج ب8 ألقاب مع الفريق: دوري أبطال أوروبا 2019 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في نفس السنة، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الخيري في 2022. ليه الفضل الأول كلوب ومحمد صلاح بالفوز بالدوري بعد غياب طال لمدة 30 عام، وكمان يفوز بأهم بطولة وهي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عام. القيمة السوقية لمحمد صلاح في الوقت الحالي 55 مليون يورو، وكان في آخر عرض سعودي قدم لمحمد صلاح من قبل نادي اتحاد جدة السعودي لمدة 4 سنوات
وكان هيحصل من خلاله على راتب إجمالي من 500 إلى 600 مليون يورو خلال مدة العقد مع النادي السعودي، ولكن محمد صلاح رفض. هل المرة دي محمد صلاح هيروح السعودية بسبب المقابل المادي الضخم، ولا هيفضل في الدوري الإنجليزي، ولا هيروح برشلونة لأن محمد صلاح من مشجعي البرصة وأحب الفريق ليه بعد ليفربول، ولا هيروح باريس سان جيرمان، خصوصا ان النادي الفرنسي لم يوجد فيه لاعب اول طبعا بعد خروج مبابي للريال ومن قبله ميسي ومن قبله نيمار. فهيكون هناك اصرار من اداره نادي باريس لضم صلاح ليعوض غياب نيمار ومبابي وميسي، ولا ليفربول هيفاجئنا ويجدد لصلاح؟ قول لنا في التعليقات توقعاتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.